اهلا بحضراتكم من جديد. لسه معانا مفاجآت كتيره جدا وتليفونات مهمه جدا هتوضح لكم كل الامور، خاصه الرسائل اللي بتبعتوها على صفحتنا. عايز اقول لكم اللي صفحتنا على الفيسبوك يعني بتتعرض دلوقتي بعض الهاكرز في بعض الامور فيها، ولكن ان شاء الله ما الصفحه زي ما هي. البعض اللي هيحاول يكتب عليها اي حاجه هنقول قبلها بنقول قبلها بشويه، ولكن خليني دلوقتي عشان معايا تليفون مهم قبل ما اخد التليفون الحديث عن رمضان صبحي لا ينقطع ابدا. رمضان رايح فين؟ رايح ايطاليا، رايح اسبانيا، رايح المانيا. في عروض حقيقيه ولا لا؟ اللي بيحصل لرمضان صبحي الكلام في ايه؟ الكلام اللي بيتكتب في الجرايد صح؟ التقارير الصحفيه صح؟ ايه اللي بيحصل؟ اكيد علشان نعرف اخر التفاصيل عن رمضان صبحي اكيد معانا الكابتن نادر شوقي، طبعا وكيل اعمال الكابتن رمضان صبحي. السلام عليكم كابتن نادر. ازيك يا ايمن؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن نادر، الحديث كبير جدا عن موهبه واعده وموهبه كبيره جدا، واحد من افضل لاعبي الكره المصريه في هذا التوقيت الكابتن رمضان صبحي. الاحتراف بيراود ناس كتير جدا والكلام بيتقال كتير جدا والتقارير الصحفيه. رمضان صبحي هل عنده عروض حقيقيه في هذا التوقيت ولا لسه الكلام بدري ولا الامر ماشي ازاي؟ مقدمه جامده دي، مش عارف ارد عليك ثانيه واحده في اللي انت قلته ده، بس تمام. شوف انت عايز تبدا منين يا كابتن؟ لا هو طبعا رمضان موهبه كويسه وكل حاجه، بس انا طبعا بص دايما بقول له الكلام ده، بقول له ان لسه بدري طبعا، احنا ما عندناش اي حاجه خالص. وموضوع الناس اللي بتكتبه في الجرايد وفي السايتس والكلام ده كله ده اجتهادات طبعا ومفيش حاجه منها حقيقيه خالص. تمام. بس في نفس الوقت طبعا بيت ابقى بيت او حاولت ان انت تسيطر. الكلام ده برضه ما بيخش في عقل رمضان، هو مش اي حاجه حلوه، مش حاجه حلوه، بس انا بالنسبه لي مش حاجه حلوه دلوقتي خالص. انا اسمع ميلان واسمع كذا واسمع كذا والكلام ده مش موجود خالص، على ارض الواقع مش موجود. فلازم طبعا كل شويه نتكلم معاه وكل شويه تقول له الكلام ده مش صح، فاهم قصدي؟ عشان برضه احنا لسه ما عملناش حاجه زي ما قلت لسه، وده الحاجات دي ودت ناس كتير قوي ورا الشمس. مش مبسوط قوي باللي بيتكتب كتير ده. طيب بعيدا بقى عن الانبساط يا كابتن نادر، هل فعلا في حاجه مع انديه ايطاليه مع انديه اسبانيه فعليه، ولا كل ده مجرد ناس بتكلمك احنا ممكن نوديه هنا او نوديه هنا؟ لا ما فيش، بص اللي بيكلمني ده انا ما بفتحش في دماغ اي حد تمام. كان عندي ناس بتوع هنا شغالين، اللي عايز حاجه معينه بنسمع كلام، فاهم؟ بنسمع نشوف هو عنده ايه، لكن كده ولا كده مش مشهور موجود اسمه في اوروبا كلها زي ما انا قلت قبل كده. الفتره دي مش فتره ان حد يجي يقدم عرض خالص، الفتره دي فتره حاجه اسمها ان انت بتعمل سكاوتنج، ان انت بتشوف الولد مره واثنين وثلاثه كويس وتتاكد، وبعد كده تبتدي تقتنع بيه، وبعد كده تبتدي تبعت العرض او تبعت الناس. فالمرحله اللي احنا فيها دي لسه انا فاكر ان هي في نص 5 او اخر 1/6 بيبتدي الكلام يبقى جد شويه. تمام. فكده اسم رمضان موجود في كل انديه العالم، كبيره كده وصغيره. تمام، نقدر نقول اللي هو تحت المنظار انديه عالميه بتبص على رمضان، لكن لسه في الفتره الجايه لو في عروض رسميه هتوصل في الفتره الجايه، لغايه دلوقتي ما فيش ولا عرض رسمي صحيح بالشكل المطلوب. لا مفيش حاجه خالص، وانا مش متوقع ان في حاجه كده، ما هو ده على فكره مش حاجه مش هينفع في رمضان، هو اصلا الفتره دي مش حد بيبعت حاجه عامه تمام. حتى عالميا مش هتلاقي كله كلام برضه، مفيش حد مثلا مطبع حد، مفيش حد بعت عرض لحد، فاهم؟ الفتره دي فتره ميته طيب هسألك سؤال مهم جدا يا كابتن نادر وانت معايا على التليفون، هل لو في عرض مناسب وعرض كويس وانت متكلم مع النادي الاهلي، هل النادي الاهلي عنده الرغبه ان رمضان يحترف ولا الموضوع مش في هذا التوقيت؟ والله بص، من خبرتي مع النادي الاهلي قبل كده، انا انا كل مره كان النادي الاهلي الصراحه بيبقى سلس ومرن وبياخد طلباته وكل حاجه بتمشي كويس. انا عمري ما دخلت النادي الاهلي الصراحه، سواء كان مع شوقي او سواء كان من عماد او سواء كان مع حتى مع حسام عبد الرشيد، فاهم؟ النادي الاهلي برضه عنده خبره ان هو بينزل الامور، فاهم قصدي؟ فانا الامان شويه، بس انا بقول لك خبرتي مع النادي الاهلي كلها حاجات ايجابيه تمام. كابتن نادر بشكرك ودايما على تواصل، واكيد لو في جديد عن رمضان صبحي هنرجع ونتكلم. وانت عجبتني انك بتقول في بعض الانديه بتشوف رمضان شغال على رمضان، لكن التوقيت ده مش توقيت ارسال عروض، او في هذا التوقيت لا توجد اي عروض رسميه لرمضان صبحي. شكرا. شكرا يا كابتن.
توضيح مهم جدا علشان الاسئله برضو اللي بتيجي على صفحتنا اسئله اوروبا كلها زي ما انا قلت قبل كده. الفتره دي مش فتره ان حد يجي يقدم عرض خالص، الفتره دي فتره حاجه اسمها ان انت تعمل سكاوتنج، ان انت بتشوف الولد مره واثنين وثلاثه كويس وتتاكد، وبعد كده تبتدي تقتنع بيه، وبعد كده تبتدي تبعت العرض او تبعت الناس. فالمرحله اللي احنا فيها دي لسه انا فاكر ان هي في نص 5 او اخر 1/6 بيبتدي الكلام يبقى جد شويه. تمام. فكان اسم رمضان موجود في كل انديه العالم، يعني كبيره كده وصغيره. تمام، يعني نقدر نقول اللي هو تحت المنظار انديه عالميه بتبص على رمضان، لكن لسه في الفتره الجايه يعني لو في عروض رسميه هتوصل في الفتره الجايه، لغايه دلوقتي ما فيش ولا عرض رسمي صحيح. كل شويه تقول له الكلام ده مش صح، فاهم قصدي؟ عشان برضه يعني احنا لسه ما عملناش حاجه زي ما قلت لسه، او ده الحاجات دي ودت ناس كتير قوي ورا الشمس. يعني مش مبسوط قوي باللي بيتكتب كتير ده. طيب بعيدا بقى عن الانبساط يا كابتن نادر، هل فعلا في حاجه مع يعني انديه ايطاليه مع انديه اسبانيه فعليه، ولا كل ده مجرد ناس بتكلمك احنا ممكن نوديه هنا او نوديه هنا؟ لا، ما في، بص اللي بيكلمني ده انا ما بفتحش معاه لاي حد يعني. تمام. انا عندي ناس بتوعي اللي شغالين، اللي عايز حاجه معينه بيسمع كلام، فاهم؟ بيسمع نشوف هو عنده ايه، لكن كده ولا كده مش شهور موجود اسمه. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه معانا مفاجآت كتيره جدا وتليفونات مهمه جدا هتوضح لكم كل الامور، خاصه الرسائل اللي بتبعتوها على صفحتنا. عايز اقول لكم اللي صفحتنا على الفيسبوك يعني بتتعرض دلوقتي بعض الهاكرز يعني في بعض الامور فيها، ولكن ان شاء الله ما الصفحه زي ما هي. البعض اللي هيحاول يكتب عليها اي حاجه هنقول قبلها بنقول قبلها بشويه، ولكن خليني دلوقتي عشان معايا تليفون مهم. قبل ما اخد التليفون، الحديث عن رمضان صبحي لا ينقطع ابدا. رمضان رايح فين؟ رايح ايطاليا، رايح اسبانيا، رايح المانيا. في عروض حقيقيه ولا لا؟ اللي بيحصل لرمضان صبحي الكلام في ايه؟ الكلام اللي بيتكتب في الجرايد صح؟ التقارير الصحفيه صح؟ ايه اللي بيحصل؟ اكيد علشان نعرف اخر التفاصيل عن رمضان صبحي اكيد معانا الكابتن نادر شوقي، طبعا وكيل اعمال الكابتن رمضان صبحي. السلام عليكم كابتن نادر. ازيك يا ايمن، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. كابتن نادر، الحديث كبير جدا عن موهبه واعده وموهبه كبيره جدا، واحد من افضل لاعبي الكره المصريه في هذا التوقيت، الكابتن رمضان صبحي. الاحتراف بيراود ناس كتير جدا والكلام بيتقال كتير جدا والتقارير الصحفيه. رمضان صبحي هل عنده عروض حقيقيه في هذا التوقيت ولا لسه الكلام بدري ولا الامر ماشي ازاي؟ المقدمه جامده دي، مش عارف ارد عليك ثانيه واحده في اللي انت قلته ده، بس شوف انت عايز تبدا منين يا كابتن؟ لا هو طبعا رمضان موهبه كويسه وكل حاجه، بس انا طبعا يعني بص دايما بقول له الكلام ده، بقول له ان لسه بدري طبعا، احنا ما عندناش اي حاجه خالص. وموضوع الناس اللي بتكتبه في الجرايد وفي السايتس والكلام ده كله يعني ده اجتهادات طبعا ومفيش حاجه منها حقيقيه خالص. تمام. بس في نفس الوقت طبعا بيت ابقى بيت، او يعني حاولت ان انت تسيطر. الكلام ده برضه ما بيخش في عقل رمضان، يعني هو مش اي حاجه حلوه، مش حاجه حلوه، بس انا بالنسبه لي مش حاجه حلوه دلوقتي خالص. انا اسمع ميلان واسمع كذا واسمع كذا، ويعني والكلام ده مش موجود خالص، يعني على ارض الواقع مش موجود. فلازم طبعا كل شويه نتكلم معاه